ليه الولاد بيتأخروا في الكلام دايما عن البنات؟ لو انت عندك ولد وبنت لاحظتي دايما ان البنت بتتكلم اسرع من الولد. لو اول مرة تشوفيني، انا دكتورة مرة البرلوسي، اخصائية الاطفال وحديث الولادة، واكلمك عن موضوع الكلام في الاطفال. هكلمك عن الفرق الطبيعي في الكلام ما بين الولاد والبنات، علميا ونفسيا وتربويا كمان. طيب هكلمك كمان امتى تكون الفروق ده طبيعي، امتى تأخر الكلام عند الولاد ده يكون طبيعي وامتى ما يكونش طبيعي ولازم نقلق ونروح لطبيب تخاطب، وايه النصايح اللي ممكن نعملها علشان نحفز الكلام عند الولاد. اول حاجة، البنات ممكن تبدأ في الكلام من عمر 10 شهور ل 12 شهر، والولاد يتأخروا عنهم حوالي شهرين ل3 شهور. تاني حاجة، عند عمر السنتين ممكن تلاقي البنات عندها مفردات كلمات اكتر بكتير من الولاد، حوالي 30% حسب الدراسات عن الولاد. ايه السبب العلمي وراء الموضوع ده؟ اولا، البنات الجزء المسؤول عن اللغة في المخ، الجزء الايسر في المخ المسؤول عن اللغة والتواصل، بيبقى انشط عن الولاد، فتلاقي البنات دايما بيتكلموا اسرع من الولاد. التواصل مهم جدا، فتلاقي البنات عندهم التواصل الاجتماعي افضل بكتير من الولاد. الولاد بيحبوا يلعبوا الالعاب الفردية والاستكشافات على جنب كده، فبيبقى حصيلة اللغوية اللي بيكتسبها من الاب والام بتبقى اقل بكتير من البنات، لان البنات بيحبوا التواصل البصري وبيحبوا يقلدوا اللي قدامهم. الولاد بيبقوا أقل في التفاعل الاجتماعي. الولاد معظمهم بيعبروا عن شعورهم ان هم يصرخوا، ان هم يشاوروا. البنات بتحاول تعبر اكتر بالكلام، فتلاقي الولد اللي في العيلة كلامه متأخر وبيعبر اكتر بان هو يشاور اسهل له اكتر من ان هو ينطق الكلمة. فحاولي دايما تشجعي الطفل ان هو حتى لو شاور لك وانت فاهمة هو عاوز ايه، شجعيه وقولي له يقول الكلمة اللي هي المقصود بيها الفعل اللي هو عايز يعمله. يعني مثلا لو عايزك تجيبي له يشرب ميه، قولي له الفعل ان اشرب ميه بلغه واضحه وصريحه علشان يتعلم منك، علشان بعد كده ما يشاورش. لو هو فضل يشاور على كل حاجه هو عاوزها او عايز يعملها، هتلاقي ان حصيلته اللغويه قلت وتاخر في الكلام. طيب امتى اقول ان الولد ده متاخر؟ لو لقيتيه عند سن السنه ما بيقولش ولا كلمه، عند سن السنتين المفروض يكون عنده حصيلته اللغوية حوالي 50 كلمة ويكون جملة من كلمتين. هتلاقيه ان هو ما بيتكلمش خالص عند سن السنتين، او بعد السنة ما بيقولش كلمة واحدة على الاقل. ساعتها لا، تعرفي ان هو عنده مشكلة. ازاي اشجع ابني على الكلام؟ اول حاجة ان انت كل حاجة توصفيها له، وصفي له يومك، شاوري له على كل حاجة وصفيها له، بحيث ان هو يبقى عنده حصيلة لغوية يقدر يتكلم بيها بعد كده. حتى لو هو مش بيتكلم دلوقتي، هتلاقي مع التكرار بدأ يتكلم. ومهم جدا تقللي وقت الشاشات، لان الاطفال اللي بيتعرضوا لقنوات الاغاني والشاشات مبكرا في العمر، في بداية عمره، بتبقى تأخر الكلام عنده واضح جدا. انت ممكن تحطيه من قبل السنة قدام التلفزيون يبقى فرحان بقنوات الأغاني أو حتى القنوات التعليمية، فهو بيتأخر في الكلام. ممنوع نهائي الشاشات قبل عمر السنتين، وانت كوني له المصدر اللي ممكن يتعلم منه الكلام. لو انت حاسة ان ابنك متأخر لغويا، لازم تروحي لأخصائي تخاطب تشوفي هل المشكلة اللي عنده حلها بسيط، وممكن التدخل المبكر يساعد ابنك ان هو يبدأ يتكلم بسهولة. لو شكيتي ان ابنك متأخر في الكلام، تواصلي مع اخصائي تخاطب، هيساعدك كتير وهيساعد ابنك ان هو يعرف يتكلم. واخيرا، الفروق ما بين الولاد والبنات دي فروق طبيعية وفروق فردية. يعني في بنات ذكية وفي اولاد ذكية، فدايما احنا في معظم حياتنا في فروقات، علشان محدش يجي بعد كده ويقول لا انا ابني اتكلم بدري جدا او انا بنتي اتاخرت في الكلام. الحاجات دي فروقات فرديه، والمعظم بيبقى زي ما احنا قلنا ان الولاد بتتاخر عن البنات شويه بسيطه او شويه كبيره، حسب كل طفل على استعداده للكلام وعلى تطوره اللغوي.